بنرجع لكم مرة تانية ومرة تانية بنقول لكل مصر كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر دايما بجيشها وشعبها وشرطتها وكل مواطن فيها شريف بيحافظ عليها وبيعمل على بنائها وتطويرها. واحنا بنقف قدام احتفالنا بثورة 23 يوليو بنفتكر اغاني من وقتها، يعني اغنية صورة لعبد الحليم، اغاني كتير جدا الحقيقة، وطني حبيبي الوطن الاكبر وغيرها من الاغاني. الاغاني عبارة عن مجموعة من الكلمات، شعر بيكتبه انسان عنده مشاعر، بيقدر ان هو يحس بمشاعر الناس عشان يكتب هذه الكلمات، كلمات تلمس وجدالنا وتلهبنا كده وتحسسنا بحقيقة الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. وفقرتنا اللي جايه هنحاول نقدم فيها ده، واحنا بنحتفل بثوره 23 يوليو وبنتكلم عن حلم بنكمله من سنه 52 الى الان، وان شاء الله نقدر ان احنا نكمله. محتاجين شويه كلمات كده تحكي لنا مشاعرنا عامله ازاي، احساسنا عامل ازاي، ازاي تقدر الكلمات دي تشحذ همتنا مرة تانية عشان نقدر ان احنا نكمل. تعالوا بينا نرحب بضيفتنا معنا على الهواء، الشاعرة إيمان معاذ، زميل كلية الدفاع الوطني. ارحب بيكي واهلا بيكي معنا استاذة إيمان، وكل سنة وحضرتك طيبة. اهلا بيكي حبيبتي، واهلا بكل السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. الكلمة قد ايه الكلمة اللي بتلمس الوجدان ممكن يكون لها اثر كبير جدا في ان ثوره تقوم، مثلا في ان احنا نقوم ورا القائد بتاعنا نشتغل وتشحذ همتنا علشان نبني بلدنا. الحياة كلها كلمة، يعني الحياة كلها كلمة، صح. الرسالة الإنسانية كلمة، الرسالة الدينية كلمة، الرسالة السياسية كلمة. فبدون شك الكلمة هي أساس كل شيء احنا بنعيشه. يعني الكلمة يا إما تبني يا إما تهد. صح، ده حقيقة فعلا. والشعر تحديدا عنده مقدرة على ان هو يوصل تفاصيل هذه الكلمات، يعني نركب كلمات جنب بعضها فيقدم لنا كده بازل شكله جميل، بنقول ايه، مزيكا زي ما بنقول. بالظبط بالظبط. واحنا كشعب مصري المتجذر الحضارة عندنا الكلمة وعندنا الفن وعندنا الموسيقى، دي حاجة في جيناتنا، يعني حاجة كده. ممكن تلاقي مثلا بياع الخضار بيغني أيوة. علشان يبيع السلعة بتاعته. فاحنا شعب الفن في دمه، في طبعه. وطبيعة الشعوب المتحضرة كده، طبيعة الشعوب اللي هي صاحبة حضارة بتلاقيها كده. اما الشعوب اللي هي مبدأها العسكري، او اللي يعني مثلا لو قلنا اسرائيل مثلا ما تلاقيش فيها فنانين، ما تلاقيش فيها فن، ما تلاقيش فيها. دي دولة مبنية على الاستعمار، على الحرب، على العنف. فما عندهاش المجال الفني اساسا. لكن احنا شعوب ذات حضارة. صحيح. فالكلمة ليها احنا كده بنرسم على الجدران يا دكتور ونحفر على الجدران. بالظبط بالظبط. تمام. الأغاني اللي عايشة معانا لغاية دلوقتي، احنا بنتكلم في 74 سنة من 52. الأغاني اللي عايشة معانا لغاية دلوقتي كلمات كتبها شعراء وفنانين قدروا ان هم يوصلوا احساس كل الناس اللي كانت عايشه وقتها. لو هنتكلم على هذه الكلمات وازاي ان هي بتعبر عن الواقع المرتبط بالحياه الثوريه، الحياه السياسيه، نقول ايه؟ نقول ان طبعا زي ما حضرتك قلتي ان الكلمات عاشت من عهد الثورة ومن قبل الثورة. أيوة. لحد النهاردة بنرددها. بس السؤال هو ليه احنا ما عندناش نفس الكم من الكلمات الجديدة، من الفن الجديد، من الأغاني الجديدة اللي أبناء عصرنا ده يتغنوا بيها بعد سنين طويلة ويقولوا شوفوا احنا كان في عصرنا في فن شكله ازاي. ده معناه ان مش معناه ان مفيش فيه، لكن احنا عايزين الزخم بقلة قوي قوي. هل احنا يعني طبعا احنا كشعب هل احنا بطلنا نحب بلدنا؟ استحالة. مش ممكن طبعا. هل احنا ما بقاش عندنا الشغف للأغنية الوطنية؟ استحالة. بس في حالة، يعني في حالة مش مفهومة خلت الشعر يتراجع. ما بيتراجعش في وجدان الشاعر ولا في وجدان الشعب في الانتاج، لكن بيتراجع اعلاميا. بيتراجع في العرض. والشعر
بيبنى عليه اذا كان الاغنيه اذا كان الاغنيه هي اساسها شعر، هي بالظبط. ما هو انت مش هتلاقي اغنيه من غير كلمات ليها قيمه وليها جمال بدون شعر. يعني مش الاغاني الحديثه كلها بيت وبيتكرر ومعتمد على الموسيقى، صحيح. معتمد على يعني مقطوعه واحده موسيقيه بتتكرر. فاحنا فقدنا حاجات حلوه كتير، يعني بنتمنى ان احنا نقدر نسترجعها تاني. لو حضرتك نطلب منك تقدمي لنا كلمات بمناسبه هذه المناسبات، تقول لنا ايه؟ بمناسبه وطنيه، هي ثوره 23 يوليو مناسبه وطنيه نقلت مصر من عصر لعصر، نقله كامله. يعني انا من عشاق جمال عبد الناصر، وانا بحب الفتره دي لاني شفت وكنت حريصه على اني اقرا ما قبلها. مفهوم. فانا قريت ما قبلها، انا شفت ميزات ما قبلها واخطاء ما قبلها. مفهوم. وبالتالي انا بحب جدا ثوره 23 يوليو. ما حضرتهاش، لكن انا من الجيل اللي طلع يغني في الثوره دي. مفهوم. كنت بغني ليها وكنت بحبها قوي. ما كتبتش حاجه للثوره نفسها، يعني للثوره في حد ذاتها. تمام. وان كنت كتبتها بشكل رمزي شويه، لكن كتبت حاجه لمصر. حلو قوي. فانا بقول لبلدي، وده جزء من قصيده، مش القصيده كلها عشان القصيده دي طويله. تمام. بقول لها في البدايات من سنين، علمونا يا بلدنا ازاي نحبك واحنا لسه صغيرين. وقفونا في الطوابير مرصوصين باحترام واحنا بنحيي العلم. علمونا ازاي بنعزف اسمك الغالي سلام، وازاي بنرسم جنته بالتباشير والقلم. الشمس والنيل العظيم والنخيل والهرم. وما رحنا الإعدادية علمونا إن حبك مسؤولية، والتفوق في العلوم والرياضة والفنون هو عنوان القضية. وما شد العود شوية شفنا في الثانوية نورك، وابتدينا نحس دورك في التاريخ والمعارك. علمونا ازاي نشارك جوه زي العسكرية. كنا دارسينك حضارة، كنا شايفينك منارة، كنت جنة من اكتشافنا، بس في الجامعة اختلفنا. كل واحد فينا حبك باتجاه، كل واحد فينا شافك زي ما شاف الحياة. اللي ضوء الغرب شده واللي متمسك بأرضه، والشيوعي والأصولي باسم حريتنا وحقوقنا سابونا. بس في الجيش جمعونا، وحدونا تحت رايتك. علمونا ان وطنك هو شرفك، هو عرضك، وانت من دونه ما تلقى حتى نفسك. كفايه الجزء ده. حلو قوي قوي قوي. وقد ايه حضرتك لمستي جزئيات مهمه جدا، يعني في الابيات اللي حضرتك قدمتيها، منها مثلا ان قد ايه مهم ان احنا نعلم اولادنا من وهم صغيرين تحيه العلم وحب الوطن والانتماء. دي حاجه مش يعني مش ممكن، ما فيش دوله في العالم تعملها، لازم ده اساسي ان احنا نربيها في وجدان اولادنا. دي حقيقه. احنا كنا في المدارس كنا اولا ما بنقولش الزعيم جمال عبد الناصر، كنا بنقول بابا جمال. الله. يعني احنا في مدارسنا كنا بنقول بابا جمال، ما بنقولش الزعيم. كنا بنقول نشيد في الصباح. بابا جمال يا ما قال ثورتنا مصنع اجيال، جاب لنا عيد كله جديد نفرح فيه ونقول اناشيد. عاش عاش بابا جمال. حضرتك فاكره الكلمات لغايه دلوقتي؟ جدا، ولا عمري هنساها. ده وانا في ابتدائي، من اولى ابتدائي واحنا بنردد النشيد ده اثناء في المدرسه. لما توفى جمال عبد الناصر انا كنت في تقريبا 6 سنين، يعني كنت صغيره جدا. واختي كانت بتصحيني من النوم فبتقول لي ايمان انت بتحبي بابا اكتر ولا بابا جمال؟ قلت لها بابا جمال. قالت لي بابا جمال مات. انا يعني طبعا انا مش هقول لك انا كطفله هقدر اقول لك حزنت او كده، لا اتخضيت. يعني فكره بابا جمال مات دي يعني بالنسبه لي كطفله اتخضيت. ولما قمت من سريري قالت لي تعالي بصي. بصيت من البلكونه. انا عمري ما شفت مشهد زي ده ولا عمري في حياتي هنساه. انا لقيت الشارع لونه اسود، الارض مش باينه، الارض سودة. الستات لابسين اسود ومرصوصين قاعدين في الشارع، قاعدين في الارض كلهم. وكان ساعتها في مهاجرين من دول القناه كانوا موجودين باعداد كبيره جدا. فكل دول كانوا فارشين الارض، ستات بتعيط وبتنوح.
مفيش حد في الدنيا يقنعني ان الناس دي كانت بتمثل، او ان الناس دي كانت مدفوعه، او ان الناس دي حد قال لها انزلي. الحزن على جمال عبد الناصر كان حزن خارج من القلب. يعني فعلا كان رهيب. فالفتره دي كانت فتره مؤثره جدا في حياتنا. ايوه كان فيها هزيمه، كان فيها لاول مره في حياتنا بنشوف دموع في عيون اهالينا اللي عمرهم ما بكوا. يعني انا والدي أيوة. من الشخصيات اللي عمرها ما بكت. وراجل قوي جدا وصعيدي وشخصيه صعب قوي انك تشوفيها بتبكي. اول مره في حياتي اشوفه بيبكي في وفاه جمال عبد الناصر. كان بيبكي بشده يعني. واحنا بنتكلم عن الاغنيه والاشعار، حتى في رحيل زعيم جمال عبد الناصر تم تقديم اشعار واغنيات في رثاء في هرجع تاني لثورة 23 يوليو، ويمكن في مجموعة من الأغاني قلنا أيامها كان في زخم شعر وغناء وكلمات جميلة بيتم تقديمها، كلمات وطنية. إيه أكتر الأغاني أو الأشعار الكلمات اللي لمست قلبك وحسيتي إن هي بتعبر فعلا عن إحساسك بهذه الثورة؟ صوت الجماهير من الأغاني اللي بحبها جدا جدا. ولأني أنا عندي قناعة إن الشعب هو أساس القوة لأي بلد. أيوة طبعا. أي دولة في العالم. فالشعب صوت الجماهير هو اللي بيصحي الأجيال. هو يعني تحسي إن الأغنية دي ليها عندي إحساس حلو قوي. صورة لعبد الحليم حافظ. صلاح جاهين كان في التوقيت ده كان مبدع جدا برضو. أيوة. وأحمد شفيق وعدد كبير والأبنودي. يعني كان في مجموعة كبيرة جدا. عبد الحليم حافظ أبدع في ثورة 23 يوليو بعدها. يعني الأغاني اللي غناها امتداد من 23 يوليو لحد حرب أكتوبر. دي فترة ما انفصلتش. أيوة. 6 سنين. يعني عارفة من وفاة جمال عبد الناصر لحرب أكتوبر، من النكسة لحد النصر 6 سنين. مش بعيدة قوي، مش مسافة أيوة. كبيرة. خلال الفترة دي كانت مصر فيها زخم بالأغنية الوطنية مش طبيعي. ده اللي هيأ الشعب للانتصار لحرب اكتوبر. ده اللي هيأ زي ما نكون بناخد طار جمال عبد الناصر بالظبط. كان بياخد قوه وبياخد دفعه مش طبيعيه بالاغاني. ازاي كان بيطلع على الجبهه مغنيين. أيوة. بيطلع شعراء ومغنيين عشان يقووا العزيمه عند الجنود. احنا يعني العصر الحديث او التوقيت اللي احنا فيه ده انا حزينه جدا بجد ان احنا حاسه ان في تراجع. يعني أنا كنت عايزة أقف بقى عند العصر الحديث، وإحنا النهاردة حلقتنا بعنوان حلم وبنكمله. لو إحنا حلمنا في فترة الخمسينات إن إحنا ننهض بالكلمة والشعر إلى جانب النهضة الكبرى لمصر، فإحنا دلوقتي محتاجين الحضرتك بتطلبي ده، إن إحنا محتاجين نعيد إنتاج ونبقى في زخم من الشعر والكلمات والأغنيات. إزاي نحقق ده في ظل الفضائيات المفتوحة اللي كل واحد عنده كلمتين عايز يقولهم أيا كانت الطريقة؟ هو أنا ما عنديش استراتيجية للموضوع. يعني ما عنديش مخطط للموضوع. أنا بس كل اللي أنا عايزة أقوله إن ده دور الإعلام. مصر لم تفقد قوتها الناعمة اللي موجودة فعلا على الأرض. يعني أنت عندك عدد شعراء في المحافظات كلها في مصر غير محدود. صحيح. تقدري تطلعي منهم مثلا من كل محافظة 2 هيكونوا هم القمة. يعني أحسن شعراء. تقدري تعملي لهم صالونات وندوات. بس الندوات دي مين هيشوفها إلا لو كان الإعلام ليه دور مباشر. أو استخدمنا الأدوات الحديثة عشان نوصل للناس مثلا. تمام. آخر شاعر حضرتك سمعتي عنه سمعتي اسمه حافظاه وبتردديه كان الأبنودي مثلا. يمكن ده آخر واحد. أيوة ده حقيقي. سمعتي اسمه فاروق جويدة ده آخر واحد. فين يا جماعة الأجيال اللي طلعت بعد كده؟ هل ما فيش؟ لا فيه. بس ده تقصير إعلامي. الناس دي مش عارفة تظهر. ما ظهرتش واشتهرت. طيب فين الكلمات الجديدة اللي الناس دي عملتها عشان الناس تلحنها عشان تطلع أغاني بالمستوى اللي كنا بنسمعه؟ أيوة. ما بقاش موجود. فأنا متأكدة إن الشعب المصري مليء بالمواهب. سواء في الكلمة شعر أو في التلحين والغناء أو في مجال الإعلام أو التمثيل في الفن بوجه عام. بس إحنا بطلنا نكتشف مواهب. إحنا توقفنا عن اكتشاف المواهب. حتى في الكورة. يعني حتى في الكورة، كرة القدم. انت عندك في الريف المصري وفي المدن الصغيرة مبدعين مش طبيعيين. لو شفتيهم بعينيك وهم بيلعبوا في الشارع هتدركي ان دول هيبقوا ميسي.
واحسن من مصر صحيح. في يوم من الايام. حقيقة. فين الناس اللي بتكتشف دول؟ فين يا ربي رجال الاعمال اللي يتبنوا اكتشاف المواهب المصريه؟ حضرتك قلتي الحل، يعني ده معناه ان احنا لازم يكون عندنا جهه مؤسسيه هي اللي تعمل على اكتشاف في كافه المجالات. مش عايزه احمل الحكومه فوق طاقتها، لكن انا بقول فين الجهات الخاصه القادره. كرجل اعمال مثلا لو تبنى فكره ان هو يكتشف مواهب الكره، كرة القدم او الرياضه بوجه عام، وتبقى لها مؤسسه. يا عم يصدرهم يعتبروا مشروع استثماري يصدرهم. حتى الشعر نفس الحكايه، مغنيين وهتتربح من وراهم. بالظبط. فنانين. احنا النهارده مش عايزه اقول كده عشان ما حدش يزعل مني، بس احنا النهارده ما بنشوفش ممثل الا ابن ممثل. يا جماعه الفن مش وراثه. الفن فيه معاهد كامله بتخرج لنا شباب، المسرح، معهد المسرح، معهد السينما. فين الوجوه دي؟ الوجوه دي بتروح فين؟ الاعلام، كليات الاعلام. فين المذيعات الجداد؟ فين المذيعات الجداد للقنوات علشان خاطر يعملوا طفره؟ صحيح. طفره، يقدموا الفكر الحديث كمان، فكر حديث، لغه، مظهر. صحيح. حاجات كتيره قوي. احنا في حاجه غلط، في حاجه غلط انا مش عارفه. طيب يعني نسيب بقى المسؤولين يحلوا الموضوع ده، احنا طرحنا الموضوع. خلينا نرجع للكلمات الجميله اللي حضرتك بتقدمها لنا. وفي حب الوطن قدمت لنا جزء من قصيده، عايزين نستمع لجزء اخر من الشعر. كلنا بنحب مصر في كل وقت واي عصر، الصغير والكبير، الغني والفقير، اللي ساكن اعلى قصر من قصورها، واللي سقعان جوه عشه جنب نيلها، واللي جوه حضنها، واللي متغرب بعيد. كلنا بنحب مصر، اللي عايش جوه خوفه وصاحب اللسان طويل، واللي عالي ونجمه ساطع حتى اطفال الشوارع. كلنا بنحب مصر، بس مين يقدر يغير؟ كاريزما الشعر يعني. بس مين يقدر يغير عقدها الباهت بعقد مرمر؟ مين يدور جوه جيل من خلف جيل ويرجع الزمن الجميل ويرجع المصري الأصيل صاحب الفكر الحضاري المستنير؟ كلنا بنحب مصر، بس مين فينا يرفض الانبهار بعالم الغرب وآلاته وفن أسلحة الدمار؟ مين يقدم اعتذار عن كل خطوة غيرتنا وأخرتنا عن مواكب الانتصار؟ كلنا بنحب مصر، بس مصر تحب مين غير ولادها الطيبين اللي صاموا عن خيانة عهدها، واما فطروا بلوا ريقهم من دموع عدوها. يلا مش لازم اكمل عشان هي طويله. الكاريزما بتاعت استاذه ايمان حقيقي، الشاعر دايما بيبقى له كاريزما كده معينه، وطريقه الالقاء بتاعت حضرتك ما فيهاش زي ما بيجسدوهم في بعض الافلام ان احنا بقى نقعد نقول خطب تمثيل. بالظبط. الشعر التمثيلي الطبيعيه اللي حضرتك بتقدمي فيها بتفرق قوي. وهنا انا محتاجه اقف قدام النقطه دي، لان علشان الاعلام يقدم شعر لازم يكون ده الشاعر عنده مقدره على توصيل الرساله للمشاهد، ودي كاريزما ما بتبقاش موجوده عند كل الناس. حسي باللي بتقوليه هيوصل. يعني إذا أنا طالعة أقول كلام أنا مش حاساه، أنا مجرد إن أنا ناقشته أو كتبته بس بدون إحساس، عمري ما هعرف أوصله لأي حد بيسمعه. أنت بتسمعي كتير، أنت ممكن تقعدي في أي ندوة تسمعي واحد طالع بيقول شعر وطني قوي وبيقول أيوة. بس ما وصلكيش، ما دخلش قلبك، ما لمسكيش فعلا. لكن اللي موجوع بالوطن واللي حاسس بيه واللي شايل همه مختلف. حاسس بحاجة غيره مش حاسسها. يعني في ناس بتقول شعر وبتقول كلام وبعدين تقول لك انا بس مستني فرصة اسافر، انا عايزه امشي. وفي واحد بيقول لك انا مستعد اعيش شحات بس اموت هنا، انا مش هطلع بره بلدي خطوة. في الناس مختلفة. فانا بقول لك بس عموما اي كلمة بتوصل للطرف الاخر اذا كانت مليئة بالاحساس. نفسي نقدم كلمات عن المستقبل، عن الحلم، عن ان احنا حلمنا من 52 بمصر حاجة كبيرة قوي، وعايزين نكمل مشوارنا وعايزين نحقق حلمنا. لو في 2014 فخامة الرئيس قال انا هشيل المهمة دي على كتافي، فهو شال حمل كبير جدا واحنا مقدرين ده. ولو يعني حقيقة بتمنى ان
أستاذة إيمان تقدر تقدم لنا ولو مجموعة أبيات كلمات بتحكي لنا عن حلم وبنكمله من 52 ل 2026 ل 2030 ل 2050 للمستقبل كله لأولادنا؟ طب هقول قصيدة يمكن ما قلتهاش أبدا عمري في حياتي، بس أنا بحبها يعني. أوكي. أنا بحب الوطن العربي كله، والله أنا بحب مصر جدا جدا، لأنها بلدي، ولأنها لو مش بلدي كنت هحبها برضو، لأنها دولة الحضارة، هي منبع النور للعالم كله يعني. فأنا بحب مصر، لكن في نفس الوقت أنا بحب العالم العربي كله. فكنت بقول له كوطن عربي، انفض همومك يا وطن وانهض وفوق، وارجع لمجدك القديم تعبنا شوق. احنا الفوارس يا وطن وانت الفرس، عربي واصيل. طال الطريق وتعبت لكن كفاك بكا وكفاك عويل. لو يبعدونا 1000 ميل عن حلمنا، او يحبسونا جوه فكر مش لنا، نور الايمان في صدرنا اعظم دليل. جوه السبق اصعد وميل، خطي حدود المستحيل. كم 1000 مرة استهدفوك وكتفوك وعذبوك، كم 1000 مرة زرعت أرضك نار وشوك للغزاة والطغاة والملوك. مالك حزين أصفر حزين، ضعفت ولا استضعفوك؟ يا وطن لو يهبدوك، يا وطن لو ينزعوك من أصل جدرك ويحولوك عن أصل ضربك، والأمريكان يأمركوك ولا اليهود يهودوك، لابد ما تغلب أصولك تنبت جذورك. كفاية. يعني حلقتنا النهارده يعني غصب عننا هي تحولت للهويه المصريه العربيه، وقد ايه احنا مهم ان احنا نحتفظ بيها. ضيوفنا النهارده مركزين قوي معانا على الموضوع ده. لو تاخدوا بالكم ان ثوره 23 يوليو كانت بترجع لمصر هويتها، وان احنا المفروض نمسك في هذه الهويه كويس قوي. لو كان زمان مفيش حاجة توصل للمواطن عشان تبوظ له الأفكار والعقيدة بتاعته، دلوقتي الموضوع سهل قوي، بتكة زرار نلاقيهم قاعدين عندنا بيلعبوا في دماغ الناس. دي حقيقة، دي حقيقة. فربنا يسترها. أهداف ثورة 23 يوليو هي الأمة العربية، الوحدة العربية، اللحمة العربية. وكان تأثيرها، فشلت في إنها تعمل ده، يعني هي فشلت في إنها تعمل هذا، لكن نجحت في إنها تكون نور التحرر لكل هذه الدول. ده حقيقة، ده حقيقة، دي بدون شك. ده كانت ليها تأثير في التحرر على دول أوروبا، مش على دول مصر، يعني مش على الدول العربية فقط. يعني هي كانت زي شعلة، زي منارة. وعلشان كده جمال عبد الناصر اسمه ورنته ما كانتش داخل العالم العربي فقط، لكن كانت في العالم كله. صحيح. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ما ننسى أبدا، ويا رب كل الأجيال اللي جاية تفضل فاكرة إن كان في يعني إن الجيش المصري ده جيش عظيم، وإنه قادر يحول الاتجاهات، وقادر يبني مستقبل لوطن عريق زي مصر. تشرفت بلقائك ضيفتي الكريمة الشاعرة الأستاذة إيمان معاذ، زميل كلية الدفاع الوطني. كل الشكر لحضرتك، سعيدة بالكلمات الجميلة اللي قدمتيها لمصر، وتحيا مصر. حبيبتي تسلمي لي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وكل المصريين بخير. زي ما قلنا في بداية حلقتنا، احنا بدأنا معاكم حلقتنا قلنا ان 52 كانت شعلة البداية لما بدأناها جمهورية، وقلنا ان هيبقى في عدالة اجتماعية، هيبقى في استقرار قرار، هيبقى في بناء وتشييد، هيبقى في مصر الجديدة. احنا بنكمل ولسه عندنا الحلم كبير، كملناه في 2014 وعملنا انجازات كتير جدا، وان شاء الله لسه احنا هنقدر ان احنا نحقق كل اللي احنا عايزينه. مصر كبيرة قوي، مصر بتقول لأولادها ايدينا في ايديكم علشان نقدر ان احنا نكبر. ليه لا ان احنا ما نكونش دولة متقدمة قريب ان شاء الله في يوم من الايام. كل عام وانتم بخير، ولنا لقاء يتجدد، وصباح القاهرة.